قرر يغير خلقة ربنا اللي فطر الناس عليها، وعمل اللي ما يرضيش الله سبحانه وتعالى. ومش كده بس، ده تمادى كمان في ذنبه. تعالوا بينا نعرف من خلال الفيديو ده تفاصيل حكاية الممثل الجزائري أحمد الفاتح اللي أثار ضجة كبيرة في الساعات الأخيرة وانتهت بموته. في البداية أول ما هقول اسم أحمد الفاتح كل الناس هيخطر في بالها حاجة واحدة بس: عمليات الشذوذ والتحويل الجنسي. وده اللي حصل بالظبط. طول عمر عنده ميول غريبة، لكن ميوله الغريبة أدت بيه إن هو تزوج من راجل أعمال سعودي وعاش معاه في تبات ونبات، وحقق جواه قصة العشق الممنوع. ومش بس كده، ده أجرى أكتر من 12 عملية، منهم 6 عمليات في أسبانيا، علشان خاطر يعمل تحويل مسار كامل للجهاز التناسلي، ويبقى الجهاز التناسلي مستعد للحمل والولادة، علشان طول عمره نفسه يشوف نفسه بيحس بألم الحمل وبوجع الولادة وتكون بطنه قدامه مترين. أيوة زي ما بحكي لك كده، ما تستغربش، بس العملية اللي احنا فيها بقت معدية، وللأسف كان عبرة لمن لا يعتبر. فبعد ما عمل كل العمليات المفروض ان بعدها يبقى ام او اب، محدش عارف صراحة الموضوع ده ايه. وكمان يتقال له يا مدام احمد، محدش برضو فاهم القصة بتتكلم عن ايه. لكن اللي هتقدر تفهمه ان بعد ما ربنا رزقه ببنت وبقى عندها 3 أسابيع وأنجب ابنته الأولى مايا من رجل الأعمال المعروف السعودي، أراد رب العالمين إن هو يسترد أمانته وإن أحمد يموت. لكن محدش عارف ايه اللي كان جواه ولا ايه اللي كان في نفسه. لكن اللي ما نقدرش ننكره ان يشارك المتابعين من بداية لحظات زواجه وكل مراحل الحمل والعمليات اللي عملها جوه الجزائر وبراها.